ازيك يا عزيزي المشاهد؟ المسلسل بيبدأ في نوفمبر 2017 مع جابر بطل مسلسلنا وهو بيجهز في الغدا بتاعه، وتحس ان اللحمة بتاعته مختلفة شوية. وفي الوقت ده بيكلمه واحد اسمه جمال وبيقول له انا جايلك في الطريق، وجابر بيكون مستنيه. وبعد كده جابر بيروح يفتح التلاجة واللي بيكون موجود فيها جثة واحدة متجمدة وبيقفل عليها ولا فارق معاه. وبعد شهرين بنشوفه قاعد مع واحدة اسمها زينة وبيحكي لها عن البنت اللي كانت مقتولة في التلاجة وازاي ماتت، وزينة بتناديه يا محيي، وبنعرف انه مفهمها انه اسمه كده لانه اصلا جابر عايش تحت شخصيات وهمية. وبنعرف ان زينة اصلا مخطوفة. وبيرجع يحكي في الماضي لما جمال اللي كان مستنيه وصل ومعاه ناس تانية علشان ينقلوا التلاجة. وبعد ما بيتعشوا بينزلوها العربية وبيقابلوا جاره اسمه عم عيد وبيسلم على جابر. وعم عيد بيحب جابر وبيحترمه بسبب اخلاقه الكويسة وهدوءه. وجابر بيقوله انا جبتلك الدواء اللي كنت بتدور عليه ومش لاقيه. وبعدها بنشوف جابر بيخرج الجثة من التلاجة وبيدفنها في حفرة. وتاني يوم جابر بيروح اسم الشرطة علشان يقدم بلاغ بتغيب مراته واللي كان لسه دافنها اصلا، وبيكلم ابوها وبيقوله انه دور عليها في كل مكان لكن ملهاش اثر. وبيقوله لو قالت لك ان زعلانة مني انا مستعد اجي اصالحها. ابوها بيقوله والله يا ابني انا ما شفتهاش. وبعدها بيمسك موبايل مراته اللي قتلها وكان اسمها عبلة، بيبعت رسالة من تليفونها لابوها بتقول انها سابت البيت لجابر وعرفت واحد احسن منه وهترفع عليه قضية خلع، وبعد كده تبقى ترجع لهم. وزينة بتكون مصدومة من اللي سمعته وبيقول لها انه رايح مشوار بسرعة وراجع لها تاني. وبعد كده ابو عبلة بيروح لبيت جابر وبيقابل ام جابر هناك وبيسألها عن ابنها اللي مش فارق معاه مراته اختفت ولا لا. وام جابر بتقوله انت مش مكسوف من نفسك والفضيحة اللي عملتها لك بنتك؟ لان الرسالة اللي اتبعتت له اتعرفت والكل عرف انها ماشية مع واحد تاني غير جوزها. وفي الوقت ده بنشوف ضابط بيحقق في اختفاء بنتين في فندق وبيلاحظ وجود بقعة دم كبيرة وبيبقى متعصب ازاي العمال ما شافوهاش. فالمدير بيقوله انهم ما شافوش البنات وهم خارجين، وبعد ما بيراجعوا الكاميرات بيشوفوا واحدة منهم خارجة واسمها زينة. وزينة بتكون ماسكة شنطة كبيرة جدا ومحدش شافها من العمال. فالضابط بيطلب انهم يجيبوله تسجيلات الكاميرات اللي في الشارع. وبيروح جابر بعد كده علشان يزور امه اللي بتشتكيله انه حماه جالها البيت وبيدور عليه وشتمها وعايرها بانها رد سجون. وبنفهم انها كانت مسجونة وجابر السبب، بس لسه منعرفش ايه السبب بالظبط. ولما بيرجع الضابط بيته بيكون ابنه زعلان منه علشان مش موافق يخليه يسافر لوحده، وبتبان علاقتهم ان فيها مشاكل. وبعدها جابر بيروح مصنع ملابس شغال فيه وبيسلم على العمال وبينادوه باسم يوسف. وبكده جابر بيكون ليه 3 اسامي، جابر ومحيي ويوسف. وبيدخل المكتب الحاج سيد وبتكون فيه واحدة اسمها نجلاء وبتتكلم مع الحاج وعاوزة تبقى هي مديرة المصنع. لكن الحاج يوسف بيقول لها ان شغل المصنع صعب جدا والسوق هناك مليان حيتان وهي مش هتقدر تقف وسطهم. وبعدها بنشوف جابر مع نجلاء في شقته واللي بنعرف انها مرات الحاج سيد وماشية مع جابر في الحرام. وجابر بيفاجئها وبيكون جايب لها عقد هدوم باسمها وبتبقى فرحانة جدا وبيقول لها ان الحاج سيد جايله دلوقتي وعاوزه في موضوع. والضابط بعد ما شافوا كاميرات الشارع كان في اخر المكان شجرة حاجبة الرؤية ومعرفوش يشوفوا كويس، لكن بيعرفوا ان البنت اللي كانت مع زينة دخلت الفندق معاها لكن ما خرجتش. وبعدها سيد بيوصل عند جابر وبيكون عاوزه يمسح صور لبنت بتبعتله على الواتس، لكن كل ما يمسح صورها بترجع تاني. وبيدخل جابر علشان يجيب اللابتوب علشان يمسح له الصور وبيجيب فاكهة لسيد. وجابر بيفتح الواتس بتاع حاج سيد على اللابتوب بتاعه، والحاج سيد بيقعد ياكل في الفاكهة وبيستأذنه ينفع يجيب بنات يعرفها في شقة جابر، فجابر بيقوله ينفع. وبينقل الصور على اللاب عنده. وبعدها بيروح يقابل عم صادق في المصنع وبيسأله عن البنت اللي بعت الصور لحاج سيد، فعم صادق بيقوله انه هيعرف ويقوله. والضابط معتز بيكلم الضابط حازم وبيقوله انهم وصلوا الفيديو زينة واقفة مع راجل لكن مش ظاهر غير بظهره. وبيشوف الفيديو لما الراجل ده حط الشنطة في العربية مع زينة لكن مش بيشوفوا وشه. بعدها بتوصل رسالة على تليفون زينة من أمها بتقولها إنها عاوزة تكلمها، وجابر بيخليها تكلمها علشان تطمنها عليها، لكن أثناء المكالمة بتتلخبط في الكلام وكانت هتتكشف. وجابر بيقفل الخط بسرعة وزينة بتقوله إنها مش عاوزة تكلمها تاني، فجابر بيقولها لأ لازم تكلميها تاني وبيقفل عليها الباب وبيمشي. وبنشوف الضابط حازم بيستجوب في أبو زينة اللي بيقوله إن بنتي كانت عاوزة تمثل وكانت ماشية مع صاحبتها هالة اللي معروفة بمشيها البطال.
وبعدها بيستجوب في أم هالة اللي بتقوله إن بنت محترمة بس الناس بتشك فيها علشان بتروح متأخر بسبب التصوير. وبعد كده بيستجوب في سلمى أخت زينة ومرات جابر حاليا، وبتحكيله إن أبوها ضرب زينة وبعدها مشيت من البيت، وبيطلب استجواب جوزها جابر فبتقوله إنه مسافر ولما يجي هتبلغه، وبتقوله عن مكتب للتمثيل كانت بتروحه زينة في الدقي لكن ما تعرفش اسمه بالظبط. وبعدها الضابط معتز بيقول ان العربية اللي ظهرت في تسجيل الكاميرا متسجلة ببطاقة مضروبة. وبعد كده جابر بيروح لنجلاء وبيقول لها انه قتل سيد زي ما اتفقوا، فبتفرح جدا وبيكون جايب لها سلسلة هدية وبيلبسها لها وهي فرحانة، وبيروح ماسكها من رقبتها وذبحها فبتموت في وقتها، وبيشيل السكينة دي وبيطلع واحدة تانية نفس الشكل. وبيفتح تليفون نجلاء بيبعت رسالة للحاج سيد بتقوله انا عرفت حوار البت بتاعت الصور يا عرة الرجالة وتجيلي البيت بدل ما اعملك فضيحة. وبيفتح الواتس بتاع الحاج سيد اللي مهكره وبيمسح الرسائل، وبعد كده بيبعت للحاج عطية الحلواني كأنه هو اللي قال لنجلاء وبتقوله ما تكلمنيش غير لما اكلمك، وبيمسك السكينة بيحط عليها دم نجلاء وبعدها بيمشي. والسكينة دي هي نفسها اللي كان بياكل بيها حاج سيد الفاكهة. فبيوصل الضابط وحاج سيد بيقول لهم انه ما عملش حاجة، فالضابط بيقول له لو شفتها مع حد قول واحنا هنساعدك. وبعدها بيلاقوا السكين فبيفرح سيد علشان دي اللي هتثبت براءته، لكن ما يعرفش ان دي السكينة اللي كان بياكل بيها. وبعدها جابر بيروح لزينة وبياكلوا مع بعض وبيلبسها السلسلة اللي كان جايبها لنجلاء وبيحكي لها اللي حصل مع نجلاء وان حاج سيد لبسها خلاص، وبيقول لها انه مخنوق جدا بسبب سلمى مراته، فبتقول له انت هتقتلها؟ فبيقول لها لا هطلقها. وبيقول لها عارفة ايه اكتر وقت حسيت انك بتحبيني فيه؟ بتقول له امتى؟ وبنرجع بالزمن لمارس 2014 وهو مستني زينة وهي بتعمل كاستنج ومستنيها يوصلها، وبتركب معاه وبيعرض عليها جواز وهو هينتج لها افلامها، فبتقوله انها مش بتحبه لانها بتحب زياد زميلها وجاي يتقدم لها بعد اسبوع. فبيقول لها امال بتكلميني ليه؟ فبتقوله لان زياد مش موافق بالتمثيل وبتنزل من غير ما يعرف اصلا. فبيقول لها انت كدابة لانك بتحبيني. وبعدها جابر بيروح يتقدم لسلمى اختها وزينة بتتفاجئ لما بتعرف وبتدخل اوضتها. وبنرجع تاني ليهم وهم قاعدين وبتقوله انا اتخنقت عاوزه اطلع البلكونه، وبيلبسها الجاكيت من البرد وبيقول لها انه بيحبها جدا وبتبقى عاوزه تنتحر لكن بيلحقها بسرعه وبيقول لها بعد كل اللي عملته علشانك عاوزه تنتحري؟ فبتضحك عليه بكلمتين وبتقوله انها بتختبر حب مش اكتر. وبعدها بنشوف جابر قاعد مع نور وامها واللي بينادوه بحسن وعاوز يتقدم لنور، فابوها بيكون مسافر ومتضايقه لان ابوها مش هيوافق على حسن لانه فقير، وحسن بيقول لها انه داخل صفقه كسبانه وهيبقى معاه فلوس ويشتري شقه ووقتها هيقدر يتقدم لها. وبنروح للضابط حازم وهو بيحقق مع والدة هالة وبيقول لها يا هالة ما حاولتش تكلمك؟ فبتقوله لا. الضابط بيقول لها طب هم مش في دبي؟ بتقوله لا هي قالت انها رايحة مع زينة يصوروا في الجونة، وبيطمنها انها هترجع وبتمشي. وبعدها بتروح عمة جابر صباح تزور امه وهي زعلانة وبتطالب في حقها في بيت اخوها، وام جابر بتذلها بالفلوس اللي جابر بيدفعها لها في دار المسنين اللي عايشة فيه. صباح بتذلها بانها هي اللي ربت جابر لما دخلت السجن هو صغير ولولاها كان زمانه مرمي في الشارع. فأم جابر بتعايرها إنه محدش راضي يتجوزها. ونقف لحظة عند وصلة الذل دي يا عزيزي، وأحب أقولك لو عجبك الملخص انزل اعمل لايك واشتراك لو لسه ما اشتركتش. ايه عملت؟ طب ثانك يو. المهم اننا بننهي وصلة الردح دي بان صباح بتضرب ام جابر وبتمشي، وبيوصل جابر البيت وامه بتحكي له على اللي حصل وبيقول لها انه هيتصرف ويخليها تيجي تعتذر لها. وبتيجي فاتن اللي بتساعد ام جابر وهي فرحانة لانها كسبت قضية ورث وخدت 45,000 جنيه، وبتطلب من جابر يشغلهم معاه وبيطلع تليفونه علشان يحسب عليه حاجة وبيقول لها ان الفلوس دي هتجيب لها 2000 جنيه في الشهر، فبتفرح بكلامه وبتقوله انها هتجيبهم له باسرع وقت. وبنروح لبيت نور وام نور بيكون اتضحك عليها من الناس اللي مأجره لهم شقتهم التانية وبياخدوا من شقتها حاجات بدون علمها، ونور بتزعق في امها لكن حسن بيقول لها ما ينفعش تكلمي امك كده، وبتجيب له فلوس تبرعات مستشفى. وبعدها بنروح للضابط حازم اللي بيكون لقيوا العربية اللي نقلت زينة في الصحراوي لكن ملقيوش فيها دليل، وبيوصلوا العنوان اللي فيه مكتب الكاستن في الدقي.
وبعدها بنروح لسلمى مراته اللي بتكون متضايقة منه لأنه ما بيردش عليها ومش بتشوفه غير مرة في الشهر علشان ياخد منها فلوس ويمشي، وبتقوله إنهم طالبينه في التحقيق علشان اختفاء زينة أختها. وتاني يوم جابر بيروح اسم الشرطة وبيسأله الضابط عن علاقته بزينة، فبيقوله دي علاقة سطحية مجرد إنها أخت مراتي. الضابط بيقوله طب وهالة؟ جابر بيقوله أنا معرفش حاجة غير إنها صاحبة زينة. وبعدها جابر بيروح لعمته صباح في دار المسنين علشان يصالحها وجايب لها البسبوسة اللي بتحبها وبيوعدها إنها هيروحها معاه بكرة، وبيدخلها أوضتها علشان تنام وبيشيل المخدة من جنبها فبتقوله سيبها هنا انا عايزاها. وبيخنقها وبتموت. وتاني يوم بيعمل العزا، ولما بيخلص العزا بيقعد مع أمه وبتكون مش مصدقة إن ربنا استجاب لدعاها بالسرعة دي، فبيقول لها الظاهر إن باب السما كان مفتوح لك، وبتيجي فاتن تديله الفلوس يشغلها معاه زي ما وعدها. وتاني يوم بيروح جابر مصنع الملابس اللي شغال فيه وبيقعد مع الحاج صادق وبيقوله ان حاج سيد كتب له المصنع وبيوريه الورق اللي بيثبت كده، وطالب ان محدش يزوره في الوقت ده، وطبعا هو بيكون مزور الورق ده وبيقوله يكتب المرتب اللي هو عاوزه، وبيقول للبنات مش هيكون في شغل تاني الوقت متأخر وحقوقكم كلها هتاخدوها زي الأول وأحسن. وهو مروح بتوصله رسالة من شخص مجهول بيقوله إنه عارف عنه كل حاجة. وهنا بيخلص أول حلقتين في المسلسل. أشوفك الفيديو الجاي، سلام.